أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد قوي جدا ان شاء الله يعجبكم. يلا بقى صباح التفاؤل والنشاط والطاقة الإيجابية. عايزين بقى نرجع لنشاطنا كده اللي كان موجود قبل العيد وقبل رمضان. عايزين بقى خلاص نودع الأجازة ونبدأ بقى نشوف اللي ورانا ونشوف ايه اللي بيتنا محتاج إيه ونخلص كده ايه اللي ورانا. يلا بقى نبدأ الفيديو كده ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة كده انا هخش على اوضة الاطفال. من ساعة العيد ما عملتهاش. يعني ساعات بقى العيد كنت عملتها بقى تنظيفها عميق وكده. من ساعتها بقى ما عملتهاش. كنت بس مجرد ان انا بظبط السرير، بظبط الدنيا بلمع كده، لكن ما مسحتهاش يعني ولا كنستها وكده. والبلكونه برضه عشان بس بخش ان انا بنشر فيها يعني وكده، فبكنسها قبل ما بنشر. انا متعوده قبل ما بنشر بخش اكنسها وبعد كده انشر على نظافه وكده. يعني ايدي فيها برضو، بس ان انا بقى يعني حسيت برضو اللي هو يعني ضميري كده مأنبني برضو اللي هو انا عايزه اعملها برضو تنظيفه كده حلوه كويسه كده واغير الملايه بتاعه السرير. فقلت بقى لا انا هنوي عليها النهارده. لما صحيت من النوم بقى وفطرت دخلت بقى عليها. فتحت بقى البلكونه كده وعملت كده الشيش بالرياشه دي. الرياشه دي جميله جدا، عايزه اقول لكم يا بنات حلوه قوي. بتشيل كده الترابه الخفيفه ديت. يعني بص طول ما انا ماشيه كده ماسكاها من على البيبان على الشيش، على اي ترابيزه، على المكتبه بتاعه الشاشه. حلوه جدا وبتشيل التراب كده، وبصراحه عمليه جدا. بس هي للاسف هي اتقطعت مني. فعايزه اجيب واحده يعني فيها طالع واحده دلوقتي فيها اللي هو الريش الكتير قوي دوت. اتقل منها شويه يعني، فان شاء الله هجيبها. بس برضو مقضيه الغرض يعني وحلوه وبحبها جدا يعني وبستعملها يعني كتير في الشقه يعني وكده. مسكت بقى بالريشه كده الشيش، عملت بس اللي هي الترابه الخفيفه اللي هي على الشيش كده. وكنست بقى البلكونه. وكمان بقى هبدأ امسحها، وكمان شلت بقى الملاية بتاعت السرير عشان بقى زي ما قلت لكم انا عايزه اغيرها النهارده. انا من ساعه ما كنت حطاها ساعه العيد ما غيرتهاش. يوم الوقفه يعني لما فرشت فرش العيد وكده. فقلت لا كفايه عليها قوي كده بقى، فانا بقى عايزه اغيرها. بس لما بحب اغير الملايه مش عارفه ليه كده بحب اغير الملايه، لازم اللي هو اظبط كده برضو الاوضه كده يعني تظبيطها كده حلوه. مش هغير الملايه كده وخلاص، مش عارفه يعني دي عاده فيا. احس كده بالنظافه كده والاوضه كلها كده بقت نظيفه، مش ان أنا اغير الملايه واسيب الدنيا حواليها مكركبه. لا، لو حاسه ان هي عايزه تتكنس هكنسها وامسحها. التسريحه الكومودينو المعهم. اي حاجه قدامي كده عيني شايفاها متوسخه او مش متظبطه، اظبطها كده وانضفها. وكده يبقى الاوضه كده خلصت معايا. انا كده كده كل يوم بوضب السراير وبطبق مثلا الكوفرته او كان البطانيه اللي بنستغطى بيها. فيعني حاجات دي عاديه يعني بتاعت كل يوم، بس لما بحب اغيرها بقى لا بحب اظبط بقى الاوضه كلها كده معايا بالمره. تمام، انا كده خلاص مسحت. وكمان فرشت شلت الملايه اللي هي القديمه اللي مش نظيفه، وحطيت بقى ملايه نظيفه كده. طلعت ملايه كده حلوه ريحتها كده جميله كده اريال حلوه قوي. من الدولاب والله وانا بفرشها كده شم ريحه الاريال. والله قلت يا سلام على ريحه النظافه، برضه النظافه كده ريحتها حلوه قوي كده وتحس كده براحه كده رهيبه سبحان الله. بس كده وخلصتها. وكمان برضو مسكت التسريحه كده والكومودينو، وهبدأ برضه ألمعهم كده زي ما انتوا عارفين كده بالجلانس بتاعي بتاع ملمع الإزاز وبالفوطة بتاعتي. وابدأ بقى ألمع كده الإزاز. كل الإزاز اللي قدامي بلمعه، وكمان بلمع المراية نفسها، بس مش بجيبها معاكم عشان ما اظهرش يعني فيها قوي. فبلمعها من قبل ما بلمع الكومودينو نفسه وكده والتسريحه يعني نفسها. تمام.
كده بقى انا خلصت الدولاب بقى. بصوا انا الاوضه بتاعتي لونها اوف وايت في بامبي زي ما انتوا شايفين، فبتتلحوس من اقل حاجه. وطبعا بقى انتوا عارفين الاطفال وطول ما هم واقفين بقى يقعدوا يفتحوا ويقفلوا في الدولاب، بالذات ان هو جرار. يعني هم واخدينها لعبه ان هم يفتحوا ويقفلوا في الباب كده، واخدينها كلعبه. وطبعا ايديهم بتلحوس في مكان اللي وكمان هو كمان فاتح، فايديهم بتبان يعني لما تكون متلحوسه ولا حاجه، بتبان قوي في الدولاب يعني وكده. يعني الدولاب من فوق نضيف وحلو وما فيهوش اي حاجه، لكن اللي هو النص التحتاني اللي هو قدامكم ده من اول الاكرة لحد تحت كده، هو ده المكان اللي هو اللي بقى متلحوس وفي يعني لحوسه وكده. برضو لقيته كده متلحوس، قلت هعمله كده بالفوطه وبالملمع برضو اللي معايا، ملمع الازاز عادي وبينضف معايا بسرعه. حلاوه الخشب بتاعي ان هو من يعني لو في حاجه وانا بس كده عملتها بالفوطه، حتى لو بفوطه بس والله من غير ما يكون في اي حاجه، منديه بس كده مثلا ميه ولا حاجه، بتطلع معايا على طول. تمام. فمسكت كده الدولاب ولاي حته ملحوسه قدامي رحت مسحتها كده بالملمع الازاز والفوطه اللي معايا، وطلعت على طول. بص اي حاجه عينيكي شايفاها كده متوسخه، يعني مش انا كده خلاص خلصت الاوضه وكنستها ومسحتها وفرشت الملايه نضيفه وخلاص على كده. لا، شوفي انت عينك اللي شايفه، انت شايفه في حاجه متبهدله او متوسخه او متلحوسه زي ما قلتلك كده، لا ظبطيها. اخرجي كده من الاوضه، خليها كده على سنجة 10 يعني، ظبطيها كده كلها وما تخليش فيها اي حاجه ومش ناقصها اي حاجه، عشان انت تبقي مرتاحه نفسيا وتبقى الاوضه تبقى شكلها حلو يعني وكده. بصوا بقى انا خلصت خلاص كده الاوضه زي ما انتوا شفتوا. المفرش بقى بتاع المفرش القطيفه ده اللي احنا كنا بنستغطى بيه او كنت يعني بفرشه في الشتاء. خلاص بقى انتوا كل سنه وانتوا طيبين، بقى الشتاء خلاص خلص. إيه فانا بقى كنت غسلاه، وكنت غسلاه في الغساله الاوتوماتيك، وشمسته كده بقى وبقى ريحته حلوه. فقلت خلاص بقى انا هبقى احطه في العلبه بتاعته، وهبدا بقى هعينه. عشان خلاص بقى كده كل سنه وانتم طيبين بقى هبقى افرشه بقى ان شاء الله على الشتاء الجاي يعني وكده. فطلعت العلبه بتاعته ومسحتها طبعا عشان هي كانت مطربه، كنت حاطاها فوق الدولاب. العلبه بس فاضيه يعني، كنت حاطاها فوق الدولاب. مكانش ليها يعني مكان في الاوضه وكده. فقلت بقى خلاص بقى انا هطبقه يعني، هحطه كده في العلبه بتاعته. فظبطت العلبه كده من بره ومسحتها من التراب اللي هي عليها، وحطيت بقى طبقت المفرش بتاعي كده تطبيقه حلوه، وحطيته في العلبه. بس حطيت بقى على جنب، يعني العلبه حطيتها على جنب في الاوضه، عشان ان شاء الله ناويه لما اخلص باقي البطاطين كلها واللحفه، واحط كل حاجه في كيسها يعني وعلبتها. هبدا بقى احطهم تحت السرير. انا لسه ما عملتش تحت السرير تحت في اوضه الاطفال، مستنيه بس اخلص البطاطين واللحفه اللي عندي بره، عشان انا لسه ما غسلتهاش. ما غسلتهاش طبعا قبل العيد، لان كان قبل العيد في حاجات كتير قوي بعملها، وما كانش طبعا ليها مكان ان انا اعملها وانشرها كده في البلكونه. فقلت خلاص بقى خليها بعد العيد اعمل واحده واحده كده، على مزاج كده، وما كنتش يعني مستعجله عليها وكده. فبدات باللحاف اللي هو الفايبر دوت. مليت البانيو كده وحطيت اوكسي، وحطيت كمان دوني. الدوني ده انا لسه جايباه جديد اول مره اجربه. هو ريحته حلوه، بس انا بقى مش عارفه هتثبت يعني في الهدوم وكده او في البطانيه ولا لا. تمام. وحطيت بقى الدوني، وهبدا بقى كده. انا بعملها بس قدامكم كده بالمسيحه، بس بعد كده كل ما بخش الحمام اتوضى ولا حاجه فبعملها برجلي كده وبحطها وبسيبها في البانيو ليله كامله. وبعد كده بقى اغير يعني الميه بتاعتها واشطفها بميه نظيفه واسيبها تتصفى، وبعد كده بقى ابقى انشرها في البلكونه واسيبها تتشمس شويه، وبعد كده احطها بقى في كيسها وهبقى عينها ان شاء الله تحت السرير. بس انا مستنيه لما اخلص كل البطاطين وكل حاجه عندي بره، واحط كله مره واحده تحت السرير ان شاء الله. تمام. دخلت بقى اعمل الغدا، خلاص خلصت بقى اللي ورايا الحاجه اللي انا كنت عايزه اعملها، وهخش بقى اعمل الغدا. هعمل ايه بقى النهارده؟ هعمل مكرونه بقى وسجق. الاكله دي بقالي كتير ما عملتهاش بصراحه، بقالي كتير قوي قوي. فمش عارفه كده نفسي كده هفت على السجق. فجبت بقى من بره، جبت نص كيلو. وقلت اعمل جنبه مكرونه كده محمره، وحاجه كده حلوه كده وسريعه واحنا بنحبها يعني وبتاكل. هبدا بقى احمر المكرونه. والسجق بقى عملت حطيت معلقتين زيت، وهبدا بقى انزل السجق عليه زي ما انتوا شفتوا كده.
وهسيبه بقى يتشوح كده مع نفسه. يعني انا بعمل حاجتين في نفس الوقت عشان انجز. قبل ما المكرونه تستوي يكون السجق خلص، وخلاص على كده يكون الغدا بتاعي خلص في ساعه كده وما ياخدش وقت معايا. خلاص بقى انا كده حمرت المكرونه، حطيت الميه بتاعتها وملحتها وخلاص، وسبتها بقى على العين اللي هي صغيره خالص، اصغر عين يعني في البوتاجاز. واسيبها بقى تتشرب وتستوي بقى مع نفسها. تمام. السجق بقى بعد ما تشوح معايا هبدا اشيله احطه في طبق بقى بره، ولحد ما اعمل ايه اللي اكمل باقي معايا المكونات. هعمل ايه، احط كده حوالي 5 6 فصوص توم كبار، هدقهم كده احطهم مع الزيت وهبدا احمره كده لحد ما ريحته تطلع معايا في نفس الطاسه اللي انا كنت بعمل فيها السجق زي ما انتوا شفتوا كده. وبعد كده هقطع طماطم زي السلطه كده، طماطم مكعبات، واحطها كده على التوم كده، واسيبها بقى اوطي عليها، اسيبها لحد ما الطماطم بتاعتي كده تتسبك كده وتستوي معايا. وبعد كده انزل عليها بالسجق، وكمان هحط عليها بقى ايه، مش هكتر الملح، يعني احط ملح بسيط خالص لان اصلا السجق بيبقى مملح وعليه بهارات كتير. وحطيت بس رشه فلفل اسود ومعلقه من البهارات السبع، معلقه صغيره خالص، مجرد بس طعم لي كده السجق، بس هو اصلا بيبقى متحيك يعني ومتبهر وكل حاجه. تمام. بعد كده اما خلصت حطيت بقى فلفل اخضر على قرن فلفل كده شطه، يدي طعم كده وريحه كده حلوه للسجق. وكده خلاص بقى السجق بتاعي خلص، وكمان المكرونه بتاعي خلصت والله العظيم. خلص الاكله كلها مع بعضها كده كلها ساعه. خلاص كده خلصت الاكل، وعملت كمان جنبهم طحينه، وما كانش عندي حاجات للسلطه فقطعت كده طماطم طرنشات. وده كان يوم النهارده، يا رب يكون عجبكم. بس ما تنسيش يا ريت لو عجبك الفيديو يا ريت تدوسي لايك، وان شاء الله استني في فيديو جديد. مع السلامه.